أهلا بحضراتكم. حابب في لقاء النهاردة أعرفكم بواحد من كتبي الأخيرة، صوت المكان، سيرا على الأقدام في جغرافية مصر. الحقيقة الكتاب دوت نوع من أنواع الكتابة، يعني أكيد في عشرات مئات ربما آلاف الكتب عن معلومات جغرافية عن مصر. مصر واحدة من أقدم الدول في العالم اللي تركت تراث مكتوب بأشكال مختلفة عن الجغرافيا المصرية والكون وتصور المصريين القدماء عن الأراضي المصرية المختلفة. احنا أقدم دولة تقريبا عندها سجل موثق بمعلومات عن الصحراء الشرقية والنيل وكل الأراضي المصرية، وبالتالي النهارده في 2025 لما حد بيقدم مساهمه جغرافيه بيبقى ايه الجديد في الموضوع؟ الجديد ربما العنوان الانساني دوت اللي هو صوت المكان، بمعنى انه في خبره ذاتيه مرتبطه بالاستماع الى الاماكن وما تقوله للزائرين، ولكن ليس كل انواع الزائرين او المسافرين. الحقيقه ان الاماكن بتختار نوع معين من الزوار او السائحين او المترددين عليها. ذلك النوع هو الذي يأتي مرارا، أو الذي على الأقل إذا جاء مرات قليلة بيكون مخلص جدا في أنه يحاول يستكشف المكان ويحاول يفهم طبيعته الطبيعية أو الجيولوجية والتضاريسية، بالإضافة إلى خصائصه السكانية. العنوان الفرعي اللي هو سيرا على الأقدام في جغرافية مصر بيعمل محاولة من شقين. المحاولة الأولى، الشق الأول، إنه بيقول إن أنا بتجول أو بسير على الأقدام تمييزا عن الاعتماد على المصادر النظرية في الكتب والمراجع السابقة. بالتأكيد محدش هيبدأ كتاب يألفه في جغرافية مصر وهو ما لم يطلع على ما سبق من معلومات، بالعكس أكيد في اطلاع على ما سبق من مؤلفات عديدة، لكن الإضافة هنا هي محاولة استخلاص المعلومات من الخبرة المباشرة والتجوال والسير على الأقدام في الأماكن التي يتناولها الكتاب. الشق الآخر هو محاولة يعني إيجاد مصالحة بين القارئ وبين تخصص الجغرافيا، وضع جغرافية مصر كما قال أحد المعلقين من الأصدقاء الذين قرأوا الكتاب أنه انتصرت الجغرافيا أخيرا على أغلفة الكتب، بعد ما كان بعض دور النشر بتخفي هذه الكلمة من العناوين والمؤلفات، لأنه للأسف طريقة تدريس الجغرافيا في المدارس في الفترات السابقة أوجدت علاقة مضطربة، ويعني ما فيش ود بين التلاميذ والتخصص اللي اسمه الجغرافيا. فلعل هذا الكتاب بيقدم للمثقف العام مدخل إلى معرفة جغرافية مصر في يعني عدد محدود من الصفحات، حوالي 280 صفحة، في منهم حوالي 100 صفحة أو يمكن 70 صفحة صور وخرائط. يعني الموضوع مزيج ما بين النص المكتوب والصورة أو الخريطة. الكتاب بيتألف من 10 فصول. الفصول ديت يعني كل فصل منهم لا يزيد عن 20 صفحة، وكل فصل بيقدم لمحة أو استهلال استكشافي عن موضوع من موضوعات الجغرافيا في الأراضي المصرية. يعني مثلا لو حبينا نشوف فهرس الفصول كما هو واضح على الشاشة، هنجد الفصل الأول عنوانه شط اسكندرية. طبعا دي مدينة صغيرة بالمقارنة بمساحة مصر الكبيرة، لكن أنا حبيت أبدأ بيها الكتاب على سبيل يعني مداعبة خيال الناس اللي بيحبوا البحر وبيحبوا المصيف. وكنت بادئ الكتاب لغاية ما دخل المطبعة بفصل عن سيناء والصحراء الشرقية، بس قلت في الآخر خلينا الأول نكسب القراء ونوجد علاقة مودة ما بينهم، فعملنا شط اسكندرية. شط اسكندرية بيستهل بفقرة في غاية الأهمية من وجهة نظر الباحث. بيقول هذه المدينة التي كانت عروس البحر المتوسط، كوزموبوليتان، فيها أعراق مختلفة، كيف أضحت الآن في حالة يعني لا تسر ولا تسعد الإنسان حينما يرى التدهور الذي حدث فيها عمرانيا وجماليا، بالإضافة إلى ما حدث من تغير في خط الساحل اللي هو ساحل الإسكندرية اللي بيتعرض إلى نحت وتعرية، وبالتالي محاولات لإيقاف النحت دوت اللي في البحر اللي على خط الساحل، وكمان تجوال داخل المدينة ورؤية الأجزاء اللي كانت مرتبطة بالإسكندرية قديما وحديثا. فصل بسيط وصغير بيعرفنا من خلال التجوال بعض المعالم الخاصة بهذه المدينة، وبالتالي بينقلنا إلى الفصل التالي له مباشرة، وهو عن الحق في المكان. والحق في المكان في هذا الفصل يقصد به الحق في البحر،
نتكلم على الساحل الشمالي الغربي من الإسكندرية حتى السلوم، وإزاي أنه مساحات واسعة من الإسكندرية والساحل الشمالي أصبحت مساحات مغلقة، أو ما أسميته في الكتاب أصبحت جغرافيا محرمة بسبب أنها حصرية لا يدخلها إلا أصحاب العقارات أو الوحدات التي يمتلكونها في هذه القرى السياحية، وأصبحت مخصصة لفئة من أثرياء المجتمع المصري، بينما الأغلبية لا سبيل لها للوصول إلى هذه المناطق وتعاني من حرمان في الوصول إلى البحر، وبالتالي الحق في المكان معدوم في هذه المناطق التي كانت من المفترض أنها مساحات لكل الشعب. البحر زي النهر زي اللاندسكيب التضاريسي في الصحراء وغيره، دي من حقوق الإنسان بشكل عام. بيحمل الفصل الثالث عنوان حراك وسكون، حركة في مقابل الثبات، وهنا بنقصد إقليم النوبة وأسوان. إزاي بعد ما كان إقليم بالغ الحركة نابض بفيضان النيل والشلال اللي هو اسم جزء من أسوان، منطقة الشلال ومحطة الشلال، إزاي هذا الإقليم اللي كان كله ديناميكية وحركة أصبح في سكون تام. أيضا فصل قصير لكن بيدينا فكرة عن أسوان وإقليم النوبة. من أسوان بنتجه شمالا وبنعطي الفصل التالي عنوان هل نسمع صوتا للأقاليم، والأقاليم هنا مقصود بها الأقاليم في الصعيد. إزاي القاهرة بتستحوذ على كل مركزية الانتباه عند المشاهد والقارئ وكل ما نسمعه في كل يوم. القاهرة كمركز عمراني كبير بمشاكلها المتنوعة اقتصاديا وعمرانيا وسياسيا بتستحوذ على اهتمام القارئ، اهتمام المستمع والمشاهد والوعي العام. طب الأقاليم فين؟ مشاكل الأقاليم أضعاف مشاكل القاهرة. طب ليه ما بنسمعش عنها؟ الفصل ده بيكلمنا على نماذج من بعض الأماكن في الصعيد، وبيختتم بحديث عن الفيوم ومشاكلها كإقليم مميز بيعاني من مشاكل، ويتمنى أنه الناس في مصر تسمع صوت هذا الإقليم وتقول إيه المشاكل اللي موجودة فيها، وإزاي الجغرافيا كجزء من مسعاها إلى إعادة توزيع الاهتمام وإعادة توزيع الثروة وإعادة توزيع الخلل وإصلاحه. بيقدم هذا الفصل فكرة عن الاهتمام بالأقاليم. الفصل السادس عنوانه طريف شوية، عنوانه تسكع هادف، وهنا في مفارقة في العنوان لأنه تسكع المفروض اللي هي يعني تجوال على غير هدى. إزاي هيبقى هادف؟ ده نوع من أنواع التجوال في مدينة القاهرة. الفصل ده عن القاهرة وإزاي أنه المؤلف أو المرتحل أو المسافر ممكن أنه يترك أقدامه ويترك نفسه للتجوال في المدينة دون أن يلتزم بخريطة بعينها، ويبتدي يتعرف على الأماكن، يقابل الناس ويشوف المباني. ممكن طبعا يرجع لمصادر معلوماتية توجهه بعد كده أو تفيده، لكن الأهم أنه لما بينزل المدينة بيترك نفسه دون خطة ملزمة ويستكشف هذه المدينة ويتعرف على الأحياء التراثية والقديمة والحديثة فيها، وتفاعل بالطبع الإنسان مع هذه المدينة وأهم المشاكل اللي موجودة فيها. تسكع هادف ده كان عنوان الفصل الخامس. الفصل السادس رحلات يعني ارتجالية في دلتا النيل. أثناء السفر في الدلتا رحت أماكن في محافظة البحيرة وأماكن في وسط الدلتا وكفر الشيخ وأماكن في شرق الدلتا. فإيه اللي الواحد شافه في الرحلات ديت؟ بعض المعلومات عن البيئة والإنسان، التراث القديم، الأرض الزراعية، الزحف العمراني، تهديد الأرض المنتجة للغذاء، ورغبة في التوسع في الطرق والعمران بنلتهم المخزون الأهم في تاريخ مصر كله الممثل في الأرض الزراعية والإنتاج الزراعي، وما تشهده الأرض من تهديد لهذا الرصيد اللي كل يوم للأسف بيتآكل ولابد من إيقافه. فالفصل ده بيتكلم على رحلات عابرة في دلتا النيل. ده كان الفصل السادس. الفصل السابع بيحمل عنوان مصر الصغرى. عندنا مكانين في مصر ممكن نسميهم مصر الصغرى، الفيوم وسيناء. هنا الفصل في الكتاب ده بيتبع تصنيف أو رؤية إنه سيناء هي مصر الصغرى، يعني نموذج مصغر لجغرافية مصر. بنعرف اسم سيناء ومعناها وأبعادها وعلاقتها بالأراضي المصرية في فصل موجز ولكنه استفتاحي واستهلالي، يمكن يعني يبقى فيه شهية عند القارئ انه يقرأ المزيد عن سيناء وجغرافيتها بعد ما يطلع على هذا الفصل الموجز. الفصل الثامن بيتكلم على أسماء الأماكن. عندنا آلاف أسماء الأماكن في مصر. بعض هذه الأسماء احنا بنردده من غير ما نعرف معناه ايه، لأنه جاي من اللغة المصرية القديمة أو من اللغة اليونانية أو من اللغة الرومانية
او جاي من اللغه العربيه بالطبع اللي بنفهمها دلوقتي، وكمان في اسماء بتحمل دلالات او مصادر فرنسيه وانجليزيه وما شابه ذلك. وبالتالي الفصل ده ولانه مجرد افتتاح بيقول لنا في اقل من 20 صفحه نماذج من اسماء الاماكن في الصحراء الشرقيه وفي سيناء وفي الصحراء الغربيه. ايه معنى الاسماء ديت؟ وهل ممكن علم زي علم اسماء الاماكن يفيدنا في معرفه الجغرافيا من خلال مجرد معرفه الاسم؟ الفصل التاسع عنوانه ضرب الأربعين، وده اسم طريق شهير، طريق تاريخي استمر لقرون طويلة بينقل البضاعة من وإلى السودان ومصر. بيأتي الطريق بسلع محملة من عمق القارة الإفريقية اللي وصلت إلى دارفور في غرب السودان، وبعدين عبر سلسلة من الواحات في شمال غرب السودان بيصل إلى واحات الخارجة في جنوب مصر، ومنها إلى أسيوط، وبعدين السلع بتيجي القاهرة عبر مئات السنين. رحلة طويلة. طيب هل احنا هنتبع الرحلة ولا هنعرف أهم المعالم في الواحات الخارجة وضرب الأربعين؟ ده فعلا اللي الفصل التاسع بيحمله من محتويات أيضا افتتاحية أو استهلالية لتقريب أو تعريفنا بهذه المنطقة في مصر. الفصل العاشر والأخير في منتهى البساطة، وهو فصل بعتبره لطيف جدا، مديله عنوان الجغرافيا فواتح شهية. يعني إيه فواتح شهية؟ يعني في موضوعات علماء الجغرافيا الثقافية في العقود الأخيرة قالوا الجغرافيا بتتعرض، الكلام ده ما قالوهوش في مصر، ده قالوه في فرنسا وامريكا وغيرها من الدول، قالوا الجغرافيا بتتعرض الى يعني هجران وعلاقه ليست ودوده بين الانسان وهذا العلم، فعلى الجغرافيين ان هم يبسطوا او يقدموا يعني مصادر جذب للقراء عشان يعرفوا الجغرافيا. فدخلت الجغرافيا في السينما وفي الروايه وفي القصه القصيره وفي اللوحه الفنيه وفي الاسطوره والحكايه. وبالتالي هذا الفصل بيقدم يعني مدخل ثقافي كيف يمكن تقديم الجغرافيا للمثقف العام دون أن يلحظ أن هذا تدريس جغرافيا، ولكنه يتعرف على الجغرافيا وتنشأ علاقة ودودة وعلاقة يعني عضوية بينه وبين هذا العلم من خلال موضوعات غير جغرافية، الفيلم، اللوحة الفنية، القصيدة، القصة القصيرة، الرواية وما شابه ذلك. ده كتاب في 280 صفحة في مجموعة صور وخرائط، وصادر عن دار الشروق في معرض القاهرة للكتاب العام الماضي في يناير 2025. وأتمنى أن يكون في مدخل إلى جغرافية مصر، وأتمنى كمان أنه بدعواتكم إن شاء الله أقدر أكمل السلسلة اللي نعرض فيها لكل إقليم من مصر بهذه الطريقة السهلة التي تتخذ الثقافة العامة مدخل لتقريب الجغرافيا إلى المواطن المصري. لأنني أعتقد دوما، عندي عقيدة أنه الجغرافيا هي علم لكل الناس وليست حكرا على عدد من المتخصصين. شكرا لكم.